النهاردة احنا قصاد ملحمة حصلت في أقل من 24 ساعة. اللي قلبه ضعيف ما يتفرجش يا اخوانا، ادينا عرفنا اهو من أولها. ده جون ماكلين، ضابط شرطة، وبنشوفه هنا وهو بيسبل لمضيفة، وبصراحة حقه. ودي هولي مرات جون، وبنعرف طبعا لما المخرج بيحب يجيب الزوم على صورتهم مع بعض. وبينزل جون من الطيارة وبيركب العربية، وبيدور حوار كبير جدا بينه وبين السواق ملوش أي 30 لازمة. وبيوصل جون أخيرا لمراته، وبيكون في حفلة، وبيدخلوا المدير مكتبها، بس بيتفاجئ بواحد على مكتب مراته وبيشم شمة. وطبعا بيقف يحترمه بما انه ضابط شرطة، وواضح ان دي عقدة في كل الدول. وبتوصل هولي وبتشوف جون وبتتوتر جدا، وكلهم بيتوتروا وانا شخصيا بتوتر. وبعدها بتاخده للحمام عشان يروق على حاله كده من الطريق. وبنعرف من الحوار اللي بيدور بينهم ان هولي مراته بس مستقلة بنفسها، يعني حاجة كده شبه الفيمانيست، بس برضه بتحب جوزها واولادها، وانها بتعمل كده لان الشركة ما بتقبلش تشغل ست متجوزة. وفي الوقت ده بتوصل عصابة وبتقتل موظف الاستقبال، وبيقعد مكانه هاكر نصح شويتين، وبيقدر يتحكم في كل أنظمة الشركة، وكمان بيقطعوا سلك التليفونات. وبيطلعوا الدور اللي فيه حفلة الشركة، وواضح هم عارفين هم جايين لمين. وبيستهدفوا أول واحد المدير، وبيطلبوا منه يفتح الخزنة واللي فيها حوالي 600 مليون دولار أو أكتر. ولما بيرفض بيقتلوه. وبيظهر جون وهو مستخبي، ولما العصابة بيحسوا بيه بيحاول يهرب منهم. وبيكون في الوقت ده السواق قاعد ومستمتع جدا بوقته، وبيفكر جون ان ممكن يشغل جهاز الانذار، لكن رئيس العصابة بيكون ذكي جدا وبيعرف انه بفعل فاعل. وهوب عربيات الشرطة بتيجي، ولسه هيفرح جون بتلف وترجع تاني، وبيطلع واحد من العصابة وبيبتدي جون يلعبه. وهوب بتبدأ المعركة، وبيتكسر الحديد عليهم زي البقسماط بالظبط عادي جدا. ومرة واحدة باب الأسانسير عند الرهاين بيفتح، بنلاقي اللي كان بيهاجم جون مقتول، ولابس ايس كاب بابا نويل، ومكتوب على التيشيرت بتاعه دلوقتي معايا سلاح هو. ودي طبعا مش ضحكتني، هما اللي سم يا جماعة والله. وبيطلع جون بيراقبهم من فوق الأسانسير، وبيتعرف على أساميهم، واللي قتله بيكون ليه أخ معاهم في العصابة، حاجة كده زي تعيين أولاد العاملين عندنا. ولما عرف إن أخوه اتقتل ملا الدنيا صياح. وفي الوقت ده بيكون جون فوق سطح المبنى، وبيبلغ الشرطة من لاسلكي المقتول. وللأسف العصابة بتسمع بلاغه، وفي عز ما الشرطية مش مصدقة كلام جون وفاكراه بيهزر، بيطلع 3 من أفراد العصابة على جون وبيطردوه وبيهرب منهم جوه المروحة الكبيرة دي. توصل عربية الشرطة وبيكون فيها ضابط واحد نبطشية للبلدة اليوم ده، وبيقابلوه واحد من افراد العصابة على اساس انه موظف الاستقبال، وبيقول له في عطل في السيستم عام عندهم الليلة دي. وفي نفس الوقت اللي الضابط قرر يمشي فيه، بيجي جون بحركة لولبية اثناء مطاردة العصابة ليه يخلي 2 يقتلوا بعض. وعشان يلفت نظر الشرطي بيرمي جثة على عربيته، وبيضرب كمان النار. فبيتأكد الشرطة ان البلاغ مش كاذب، وان الشرطية دي عايزة الحرق. وبعدها جون كلم رئيس العصابة على لاسلكي وقال له اسمائهم، وسرق شنطة واحد منهم. وبيبعت الرئيس احد الاعضاء علشان يتأكد من الكلام ده، وبيكتشف فعلا ان كلامه صح. والرئيس بيتصدم لان الشنطة اللي سرقها فيها المتفجرات بتاعتهم. والشرطي بيتكلم مع جون باللاسلكي وبيقول له معلومات عن العصابة، وبيعرفوا ان العصابة سمعاهم. وبيوصل المحقق وبيشكك في وجود رهائن اصلا. وبتروح هولي لرئيس العصابة وبتطلب منه يخرجوا سيدة حامل، فبيقول لها مين الحمار اللي عينك عليهم؟ قالت له انت، لما قتلت مديري بكده اصبحت رئيستهم. فبيقول لها انا هتصرف. وبيقرر المحقق ان يخلي القوات تتدخل ويقتحموا المكان، فبتفشل. وبعدها بيجيب عربية مفخخة، لكن العصابة بتدمرها. وبيتعصب جون جدا من اللي الشرطة بتعمله رغم ان قال لهم ان في رهاين. فبيقرر جون يحط متفجرات من اللي معاه في الشنطة في شاشة كمبيوتر ويحدفها على الاتنين اللي بيضربوا الشرطة تحت. وفعلا بيفجر الدور كله. وفجأة وبدون أي مقدمات بيقوم أبو فصادة اللي كان بيشم في أول الفيلم، وبيحاول يبقى ليه كلمة مع رئيس العصابة، وبيقول له هعمل معاك حركة جدعنة، هخلي جون يستسلم وكده وبتاع. وفعلا اتصل بجون وهو حاطط رجل على رجل، والعصابة بتضايفه وبتصب له كولا، وبيبتدي يستعطف جون، وفعلا جون بيصدقه.
وبيتمرع قوي ولسه بيشرب بق البيبسي، راح جون سمع طلق النار، وان شاء الله يكون خدها في دماغه. ورئيس العصابة اللي هو هانز قال لي جون قتلت صاحبك وكل ساعة عقت الحد لو ما جبتش شوكولاتاتي قصدي متفجراتي. وقام هانز مكلم المأمور بعدها وقال له طيارتي خلال ساعة تكون جاهزة ليا على السطح، وهاخد الرهاين لغاية ما تأمن فوق. وبيفضل رئيس العصابة يدور على جون، وفعلا بيلاقيه وبيخاف منه وبيفهمه ان حد من ضمن الرهاين. فبيعزم جون عليه بسجاير وبيسأله اسمه ايه، وبيكذب عليه وبيقوله ان اسمه كلاي. ومش بيصدقوا جون لان الاسم ده في قائمة المدعوين اللي مجوش، وكمان لهجته مختلفة. فبيحاول يختبره وبيديله مسدس، ولسه بيلف ظهره ليه لا رفع عليه المسدس وبيقول له عايز متفجراتي. والمفروض نقف هنا والله ونقول فين ايام استاذ احمد راتب كان كبير وعايز شوكولاتاته بس بيطلع المسدس فاضي لانه ظابط بقى. بس بيتفاجئ برجال العصابة طلعوا يساعدوا رئيسهم وبيضربوا عليهم نار، وبيبتدي المطاردة ما بينهم وهوب ضرب نار وبس، مفيش حتى فرصة للشتيمة. بس ما بيكونوش شايفين جون بيضرب عليهم منين. بس هانز بيقول لواحد منهم اللي هو كارل اضرب على الازاز، بس كارل مش بيفهم لغته فبيضطر يترجمها له. فبيرموا عليه قنبلة وبيهرب جون وهو حافي، ولما بيوصلوا مش بيلاقوه وبيلاقوا الشنطة بس. وبيقول هانز لكارل شغلك ابتدى. وبيظهر جون وهو بيزحف على ظهره من كتر ما رجله اتشرخت من الازاز اللي على الارض، وبيأمر الاف بي اي المهندسين انهم يقطعوا الكهرباء عن الفندق، بس بيقول لهم ان ما ينفعش الفندق، لازم البلدة كلها. وقال دي خطة ذكية يعني، بفعلتهم دي سهلوا على العصابة فتح الخزنة لانها بتتقفل بس في وجود الكهرباء. وبيبتدي جون يودع مراته وبيسيب لها رسالة صوتية عن طريق الشرطة وقد ايه هو كان بيحبها والمفروض كان يدعمها مش يتخانق معاها. وفي نفس الوقت ده بيجهزوا الشرطة الطيارات لهانز، وبيكتشف جون ان المتفجرات كلها مالية السطح. ومن ناحية تانية وفي نفس الوقت برضه بيوصل مراسل اذاعي لبيت جون وبيجبر المربية على الدخول وتصوير بث مباشر من بيتهم. واول واحد بيشوف البث ده هو هانز، وبيعرف ان هولي تبقى مرات جون، فبيتعصب جدا وبياخد كل الرهاين على سطح المبنى وبيمسك هولي. ولما بيعرف جون بيطلع يجري يدور على هولي بس مش بيلاقيها وسط الرهاين، وبيحذر الناس ان المكان هينفجر وبينزلوا تحت. وهو بيربط خرطوم المطافي على وسطه وبينط على المبنى والمكان بينفجر وكمان الطيارة بتقع، وهو بيقع في زي بحيرة ديكور كده، وبيكون الكل مستغرب من هول الموقف. فبينزل يدور على هولي ويسمع صوتها مع العصابة وهي بتصرخ، فبيستحلف لهم وبيدخل ينادي على هانز وبيلاقيه ماسك مراته وبيهدده بيها. فبيسلم جون نفسه وبيرمي سلاحه وبيفضل يضحك، وهانز بيضحك والراجل ده كمان بيضحك ما عدا هولي وانا وانت عزيزي المشاهد. وفجأة بنكتشف ان جون لازق السلاح في ظهره، ولسه هانز هيقتله بالمسدس راح جون ضربه برصاصة يمين ليه ورصاصة شمال للراجل التاني. وهانز بيقع من الشباك بياخد هولي معاه وبيحاول ينقذها جون لغاية ما بتطلع، وبينزلوا للشرطة تحت وبيتفاجئوا ان كارل لسه عايش بس بيموت في ثانية، واللي بيقتله هو الشرطي. وبيجي المراسل الإذاعي وبتديله هولي بالبوكس كمان، وبكده يكون كل أفراد العصابة كلهم ماتوا بما فيهم الأخين ورئيسهم والواد اللي كان بيشم في أول الفيلم. مش عارفين بقى مين اللي عايش. جون وهولي، وهو السواق لسه عايش برضه وجاي ياخدهم بالليموزين. وبكده نكون وصلنا لنهاية ملخصنا النهاردة، واللي حابين نشكر السكريبتر والمونتيرة الجامدة جدا هبة مجدي، واللي سجل لكم الصوت ده كان محمود حمدي. لو مستنيين افلام تانية لنفس الفريق اكتبوا في الكومنتات اسم الفيلم اللي انتوا عايزينه. دمتم سالمين والى اللقاء.